بسم الله الرحمن الرحيم. الماء. أنا اخترت أن أنا أتكلم النهاردة عن المية بشكل عام بهدف الوصول إلى صورة عامة عن إيه هي المية وإيه هي أهمية المية ودورها وإيه هي المصادر اللي بتلوث المية وإيه أفضل الطرق بتاعة المعالجة اللي ممكن استخدامها عند نقطة الاستخدام النهائي. وفي الآخر هكلمكم عن الأسس اللي هنختار عليها وحدة معالجة المية اللي بتناسب كل واحد في بيته. لما نتكلم عن المية هنقول المية ده سائل ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، وهو سائل ضروري لكل الكائنات الحية لأنه بيكون نسبة كبيرة من الخلية ومن الدم ومن العصارة النباتية. المية بتغطي 70% من سطح الكرة الأرضية ولها تأثير كبير على حالة الجو. ومصادر المية دي بشكل عام بتكون إما البحار أو الأنهار أو المحيطات أو الأمطار أو الرطوبة، لكن المية الصالحة للشرب بتكون بس في الينابيع والعيون والأنهار والبحيرات العذبة والأمطار والمية اللي بتنتج من محطات التحلية. ولازم المية عشان تكون صالحة للشرب تكون خالية من البكتيريا والميكروبات وأيضا من الشوائب والملوثات وتكون معتدلة الملوحة. المية بتعتبر من أهم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي، وده لأنها ضرورية لكل العمليات الحيوية اللي بتتم داخل الجسم. تلتين وزن الجسم بيكون من المية، وده بيكون واضح في عدم قدرة الإنسان إنه يعيش أكتر من 3 أيام بدون مية، مع إنه يقدر يعيش شهر كامل بدون طعام ولا أكل. معظم العمليات الحيوية في جسم الإنسان بتحتاج للمية، وده علشان تتم وتواصل الحياة. وعليه نقدر نقول إن المية بتعتبر أهم العناصر اللي بيحتاجها الجسم، ده بالإضافة لأن المية هي المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، وكمان هي اللي بتقوم بنقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، وهي أيضا اللي بترجع النفايات الإخراجية وعوادم التمثيل الغذائي والسموم وتخرجها خارج الجسم. المية بتعتبر علاج لكتير من الأمراض وبتوقف احتياج الإنسان منها على عدة عوامل زي ارتفاع درجة الحرارة ونوع وحجم النشاط اليومي اللي بيقوم به الإنسان، واللي اتحسبت في المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 لتر، يعني حوالي 8 كوبايات مية. وعلشان نفهم الكمية دي اتحسبت ازاي لازم نعرف ان في نظريتين لعملية الحساب دي. واحدة قالت ان الكمية دي يجب ان احنا نحسبها بنظرية سموها نظرية التعويض، يعني بنحسب كل اللي بيفقده الجسم خلال اليوم وتعمل حساب تعويضه. اما النظرية التانية اسمها نظرية الاحتياج، ودي بتكون حساباتها على اساس احتياجات الانسان، واللي قدرت احتياج المرأة ب2.25 لتر بينما قدرت احتياج الرجل ب3 لتر. وما ننساش او من الضروري ان احنا نعرف ان جسم الطفل بيتكون من 95% من المية، ودي بتقل مع التقدم في العمر والسن، فبتصل في الرجل البالغ ل 65%، بينما المرأة بتصل إلى 60% فقط. وفي مراحل الشيخوخة بتقل فبتصل ل 50% من جسم الإنسان في المراحل المتقدمة من العمر. طيب وفي حالة انخفاض كمية المية عن المعدل ده إيه اللي هيحصل؟ هتكون في أثار سلبية على وظائف الجسم، لأن الإنسان بيفقد نص لتر مية في التنفس والكلام، والكمية دي بتزيد لو في نشاط رياضي معاه، ده غير حوالي 1.5 لتر بيتم فقدهم في عملية التبول. وده كله علشان نوضح ليكم أهمية المية للإنسان.